دي واحدة من الجرايم اللي خلت شخص يجمع ما بين الشر والذكاء في بني آدم واحد بس. لأن اللي عمله ده لو كان فيلم ما كانش يتصدق، كان ممكن يبقى خيال علمي مثلا. عنده قدرة ان هو يفضل يقنع الناس انه هيكيفهم ويخليهم يعملوا اللي هو عايزه وبمزاجهم. النهاردة قصتنا عن شخص اسمه سليمان، او زي ما كان بيسموه ضحاياه القواد. هنتعرف على جريمة من اشهر الجرائم اللي حصلت في وطننا العربي، جريمة خلت الناس تصدق الخرافة وتعيش في عصر في استغلال ورعب وغموض. خليكم معايا عشان كل تفصيلة في القصة دي هتخليك مش مصدق ان ده حصل فعلا. بطل قصتنا هو سليمان، راجل في اوائل الاربعينات، شكله عادي جدا، شعره اسود وقصير ودقنه خفيفة وعينه دايما تحسسك ان هو بيخطط لحاجة. كان عنده شهادة مزيفة في الطب النفسي. الجيران كانوا مفكرين ان هو شيخ بيعالجهم عن طريق القرآن والرقية الشرعية. كمان كان عنده مكتب عقارات صغير بيعرض فيه خدمات عقارية. عمركم ما هتتخيلوا ان الشخص ده كان بيستعمل كل ده كستارة لعالم مليان دعارة وعنف. في نفس المنطقة في واحدة اسمها جمالات ست بسيطة في الثلاثينات، متجوزة من واحد صياد اسمه عم صابر. عندهم بنتين وولد صغير، طيبة وقلبها أبيض، بس الفقر والحاجة كانوا مخلينها تفكر ازاي ممكن تزود دخلها. ومن هنا هنروح على جامعة القاهرة، والبطلة التانية ريهام، طالبة في السنة التانية وبتدرس علم اجتماع، بنت جميلة وذكية، نفسها في أيام أحسن عشان تقدر تساعد أهلها. أبوها متوفي وأمها شغالة ممرضة، وبتحلم إنها تسافر برا تكمل دراستها، لكن ظروفها المادية كانت صعبة، فكانت بتدور على شغل جنب الدراسة. وكمان ملحوظة على جنب كده عايزك تعرفها، إن في فيلا راقية برقم 84 متسابة في المنطقة دي ومهجورة لفترة طويلة. الفيلا دي هتبقى مسرح لأحداث مرعبة وخطيرة جدا. كمان في عمارة تانية في منطقة فقيرة وحي مهجور كان بيحصل فيها أسرار محدش عارف عنها حاجة. كل دي عناصر عايزك تفتكرها عشان دي هتخش في حكاية سليمان كان بيعتمد على ذكائه في قراية الناس. في يوم جمالات حست بتعب، فقررت انها تروح له عشان يكشف عليها بعد ما سمعت من جيرانها انه بيعالج الناس من السحر والحسد، وشرط عليها تلبس لبس الكشف ده من غير ما تبقى لابسه اي حاجه تانية على جسمها. وافتكر بس موقف الهدوم ده كويس قوي. بدأ يتكلم معاها عن المشاكل اللي ما بينها وما بين جوزها، ويبدأ يعقلها وينصحها. فعلا ما كملش اكتر من 10 دقايق غير وهو عارف كل تاريخ حياتها وانها فقيره ومحتاجه فلوس. ساعتها ظهر وشه الحقيقي، قال لها انا عندي حل، انما ايه هيريحك طول حياتك. في ناس كبيره وغنيه بتدور على ستات زيك شاطرين يجوا ينظفوا لهم فيلاتهم، هتاخدي فلوس كتير وهتعيشي حياه تانية خالص. جمالات صدقته وفكرت ان هو شيخ وموثوق فيه، وافقت تروح معاه تشوف الشغل الجديد. وراحوا فيلا 84 المهجوره. الفيلا كانت من جوه شكلها تحفه، من بره مهجوره، بس من جوه تحس انك دخلت مكان كبير جدا وراقي جدا، مليان كاميرات وفي ناس كتير جدا شغاله جوه. قالت له هو فين الشغل هنا؟ ده كل حاجه نظيفه. رد قال لها استني لسه الشغل جاي. ودخل 3 رجاله عليها الاوضه، لبسهم شيك لكن عينهم كان فيها الشهوه. سليمان قال لل3 رجاله ثواني يا بهوات، وخدها جوه. قال لها هتعامليهم كويس وهتعملي اللي يطلبوا منك، والا رفع موبايله ووراها فيديو ليها وهي بتغير هدومها في المكان بتاع عيادته. سليمان كان بيستدرجها عشان يخليها تغير هدومها عشان يصورها وتبقى في ايده. جمالات انهارت، قالت له ايه ده انت صورتني؟ قال لها اهلا بيكي في منطقتي. من اللحظة دي اتحولت جمالات لأسير عنده، كل اسبوع يجيب لها زباين في فيلا 84 ويهددها بالفيديوهات. يعني بدأت بفيديو بتغير فيه هدومها، بعد كده بقت فيديو بأفعال فاضحة. جوزها كان مستغرب، في فلوس كتير بتيجي، وهي خايفة تقوله. الفقر والسكوت ربط لسانها، لأن أي كلام هيزيد ممكن يضيع سمعتها وسمعة ولادها. سليمان ما اكتفاش بس بجمالات، ابتدى يدور على بنات صغيرة موجودين في الجامعة أو في القرى، بيختارهم بعناية. لازم تبقى محتاجة وفقيرة، واحدة محتاجة فلوس للجامعة، واحدة عندها مشكلة مع أهلها، واحدة بتشتغل خدامة زي جمالات وعايزة زيادة. طريقته كانت شبه واحدة، بيظهر في صورة شيخ أو راجل أعمال محترم، يدخل حياتهم ويقدم لهم فرصة ويصورهم ويوقعهم في الفخ. أغرب حاجة في شخصية سليمان إنه مش بس قواد،
لا ده اخترع حاجة اسمها عالم موازي، كان بيقنع بيها زباينه عشان يستباح ليهم الغلط. كان يقول لهم انتوا مش في الدنيا اللي هي الدنيا، اي حاجة هنا مباحة، واللي هيحصل هنا مش محسوب عليكي، خدي بالك ده غصب عنك. وكان بيقول لرجال الاعمال هنا كل حاجة مباحة، اعمل ما بدالك، كل حاجة هنا في عالم موازي. والرجال الاغنياء كانوا مبسوطين ان في مكان يقدروا يعملوا اللي هم عايزينه من غير ما حد يحاسبهم. والاغرب انه كان بيقنع بعض ضحاياه وبيهددهم انه معاه جني اسمه صفران، وده بيعيش في عالم الجن، ولو رفضت او عصيت اوامر سليمان هيخرج الجن ده ويقتل ولادك. وكان بيستخدم الخرافات دي عشان يسيطر بس على عقولهم. ريهام كانت بنت شاطرة ومجتهدة، بس للأسف كان في وقت ما قدرتش انها تدفع حتى مصاريف الكلية. امها محجوزة في المستشفى عايزة عملية، فاتصلت بواحدة صاحبتها اسمها ايمان، سألتها انا بدور على شغل، اقدر الاقي شغل فين؟ قالت لها انا اعرف شيخ محترم عنده مكتب عقارات بيدور على بنات يشغلهم في مكتبه ويديهم مرتب كويس. وللأسف راحت فعلا واستقبلها سليمان بابتسامة وبدلة وجرافطة، وكان الراجل شيك. قال لها أنا عارف ظروفك، شغلك مش صعب، هتساعديني بس في ترتيب الأوراق وتستقبلي بس الزباين وهتاخدي مبلغ محترم كل أسبوع. وافقت ريهام، وكان فعلا سليمان في أول كام أسبوع بيديها مرتبها وبيحترمها جدا. جه سليمان في يوم قال لريهام في زبون عايز يشوف فيلا 84 محتاجك تيجي معايا. لما دخلت ريهام استغربت من كتر الكاميرات اللي موجودة في الفيلا، قالت لسليمان ليه كل الكاميرات دي؟ قال لها دي بس احتياطات أمنية ما تشغليش دماغك. طلعت فوق دخلت أوضة لقيت قدامها راجل عنده يجي 50 سنة ومعاه شنطة. سليمان خرج ورجع ليهم بعد دقايق ومعاه عصير. قدم سليمان العصير للراجل والريهام وشربت فعلا، وبمجرد ما شربت حست بدوخة وان اغمى عليها. حاولت تتحرك لقيت ايديها مربوطة في السرير. سمعت صوت الراجل الخمسيني ده بيضحك فاتفزعت واتخضت. سليمان قال لها خلاصي، ووراها على تليفونه كاميرا فيديو بتصور امها وهي موجودة في الرعاية المركزة دلوقتي. قال لها بتليفون هخليهم يشيلوا اجهزة التنفس الصناعي من على وشها. من اللحظة دي دخلت ريهام عالم الرعب اللي كانت موجودة فيه جمالات. ريهام رجعت بيتها منهارة لكنها مرضيتش تحكي حاجة لحد. واليوم اللي بعده اتصل سليمان وقال لها عندنا زبون جديد يا استاذة، عايزك تلبسي الهدوم دي. ريهام زي اي بنت عندها كرامة حاولت ترفض لكنه هددها بالفيديو واضطرت للأسف تسلم وتروح. فيلا 84 ما كانتش بس مجرد الحكايات، دي كانت مقر العمليات فعلا. سليمان كان بياخد منهم مبالغ خيالية وبس يستعملها عشان يسكت كل ده. خلال سنتين الضحايا كانوا بالمئات، كل شخصية كان ليها دور معين في الشبكة دي. سليمان كان بيلعب بيهم زي جنود على رقعة شطرنج، كان عبقري. ولو مفكر ان كل ده كلام فللأسف كل ده كان بجد. مع مرور الوقت بدأت الريحة تطلع والناس بدأت تشم ريحة فيلا 84 ان بيجيها ممثلين وفنانين عشان خاطر بس يعملوا ما بدلهم. وعن بنات بتختفي بعد فترة وترجع أغنياء جدا ومعهم فلوس. معظم الناس اتأكدوا ان يمكن ده اكيد بيت للدعارة. وفي يوم كان في خناقة كبيرة في حي فقير وظهر شاب اسمه سعيد اتخانق مع حد من رجالة سليمان. أول ما عرف إن أخته هناء مرتبطة بواحد من رجالة سليمان، سعيد دخل فيلا 84 بالسلاح لكن اتقبض عليه واتضرب واتهدد بالفيديوهات بتاعت أخته. ولما خرج حكى لواحد صاحبه تقريبا كده شغال صحفي في جريدة صفرة. صاحبه ده عشان كان على قده ففكر ان دي فرصة حياته وبدأ فعلا يحقق في الواقعة دي. بدأ يجمع شوية خيوط في السر ويكتب ملاحظات. عرف من احد الناس اللي شغالين في احد شركات الاتصالات ان سليمان ده عنده خط تاني متسجل باسم مستعار وبيكلم منه الناس. وفي نفس الوقت كانت البنت الجامعية ريهام بدأت تتمرن على تسجيل المكالمات، تخبي نسخة من الفيديوهات اللي بيصورها سليمان. وفي يوم نجحت انها تسرق المفاتيح من جيب سليمان شخصيا وفتحت اوضه مكتبه، لقت جوه كمبيوتر خدت نسخه من الملفات اللي كانت موجوده عليه. قررت تكلم الصحفي ده، دورت على اسمه في جورنان وفعلا وصلت له واتصلت بيه من تليفون عام. قالت له انا ضحيه من ضحايا شبكه الدعاره الكبيره اللي انت بتدور عليها، صاحبها اسمه سليمان. الصحفي ده كان اسمه فادي. فادي اتفاجئ واتفق يقابلها في كافيه سري بعيد عن المكان اللي هم ساكنين فيه. في اللقاء السري اللي ما بينهم ده ريهام كانت مرعوبه لحسن يبقى حد شايفها، لكنها سلمت لفادي الفلاشه وقالت له ده فيها فيديوهات واسماء وعناوين الناس دي، لو حصل لي اي حاجه انشرها. فادي رجع البيت وبص على الملفات اللي موجوده على الفلاشه دي،
تنح من اللي شافه. لقى فيديوهات لبعض الشخصيات المعروفة بيعملوا أفعال مخلة، ولقى مكالمات ما بين سليمان وأحد الفسدة اللي بيحاولوا إن هم يظبطوا الأمن ليه، وبرضه جداول مواعيد الضحايا ومين بيجي إمتى ومين ما بيجيش إمتى. قرر فادي ينشر جزء من التحقيقات دي على الموقع بتاعه، لكن بخوف شديد لأنه عارف إن الطرف الآخر ده قوي قوي. وبعد أيام تانية بدأ يبعت لصحفيين كبار، نشر بيان مشهور كاتب فيه أخطر شبكة دعارة موجودة في القاهرة من غير تفاصيل كتيرة، بس فتح باب التساؤلات. في نفس الوقت ريهام راحت القسم عشان تقدم بلاغ، وتشكلت لجنة سرية مفيش مخلوق فوق القانون، وبدأت الخطة فخ فيلا 84 والقبض على سليمان. الضابط استعان بريهام، طلب منها تساعدهم عشان يوقعوا سليمان. قالت له انا مستعد. اتفقوا على ان ريهام تروح فيلا 84 على ميعاد مع زبون عادي جدا، وتحط جهاز تنصت صغير موجود تحت مكتب سليمان. نفذت الخطه ببراعه ودخلت سلمت على سليمان عادي جدا ولا كانها كانت عامله مصيبه، وحطت الجهاز في مكتبه، وسليمان ما اداش خوانه. خلال ساعه كانت القوات الخاصه محيطه بالفيلا، دخلوا بشكل مفاجئ. سليمان حاول فعلا يهرب لكن اتقبض عليه، ورجال الاعمال اللي كانوا جوه كانوا في حاله صدمه. الكاميرات اتصدرت واللابتوبات اتصدرت. سليمان حاول يتفاوض ويقول لهم انا هديكوا فلوس، هقول لكم على اسماء كبيره بس سيبوني امشي. ايده اتكلبشت واتنقل في وسط حراسه مشدده. ريهام كانت واقفه بتبص عليه وهو بيطلع البوكس، ودموعها مليانه فرحه وانتصار. الخبر انتشر كالنار في الهشيم. الجرائم كان عناوينها قواد العالم الموازي يسقط، والبرامج كانت بتعمل حلقات خاصه بس عشان تذيع الاخبار دي. النيابه وجهت لسليمان تهمه اتجار بالبشر واداره اكبر شبكه دعاره موجوده في مصر وابتزاز تصوير. الادله كانت قويه جدا، فيديوهات وتسجيلات، شهادات ضحايا، جمالات وريهام وآية، كل دول شهدوا ضده. في المحكمة حاول محامي سليمان يدافع عنه، وقال انه ممكن يبقى مريض نفسي ومجنون، وكان شايف نفسه شيخ بيعالج الناس. الضحايا اتكلموا وشهدوا بكل قوة. القاضي اصدر الحكم الاعدام شنقا لسليمان، والسجن المؤبد لاتنين من مساعدينه، وتغريم وسجن رجال الاعمال اللي شاركوا. القرار كان بمثابه صفعه على وش اي حد بيفكر ان هو يستغل الناس. جمهور القاعه بتاعه المحكمه قعد يسقف من كتر الانبساط. القصه دي بتقول ان الشر مش دايما بيظهر في صورته الحقيقيه، ممكن يبقى متخفي في هيئه شخص محترم او شيخ. اهم درس ان القانون والعداله ممكن يتاخروا، والاكيد ان هم هيجوا في الوقت الصح وفي الميعاد اللي الناس دي تستحق فيه العقاب. وبكده نكون خلصنا حكاية القواد والعالم الموازي. ولو عايز تعرف أشهر جريمة قتل حصلت في تاريخ مصر، جريمة بني مزار، تقدر تشوفها من هنا. سلام.